عمرك سألت نفسك مين اللي خلى مصر تبقى دولة حديثة؟ مين اللي عمل جيش قوي، مدارس ومصانع؟ النهارده هنتكلم عن شخصية غيرت تاريخ مصر كله، محمد علي باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أواخر القرن ال 18 كانت مصر مليانة حروب وظلم، ومماليك بيتخانقوا وعثمانيين مش قادرين يسيطروا، والناس تايهة ومستنية حد ينقذها. ووسط كل ده دخل مصر راجل اسمه محمد علي. محمد علي اتولد سنة 1769 في مدينة اسمها قولة، وما كانش ملك ولا أمير، كان جندي بسيط في الجيش العثماني. وسنة 1801 الدولة العثمانية بعتته مع الجيش علشان يطردوا الفرنسيين اللي كانوا محتلين مصر. محمد علي دخل مصر وهو فاكر إن المهمة تخلص ويمشي، بس اللي شافه خلاه يغير رأيه تماما، لأن بعد ما الفرنسيين مشوا المماليك عايزين يرجعوا الحكم، والعثمانيين ضعاف، والبلد فوضى، والناس مظلومة. فمحمد علي فهم إن اللي يمسك مصر يمسك كنز، بس لازم يكون ذكي مش متهور. وبدل ما يستخدم السلاح قرب من الشعب وقرب من علماء الأزهر ووقف ضد ظلم المماليك. الناس بدأت تقول الراجل ده مختلف، بيفهم. وسنة 1805 حصلت حاجة نادرة، الشعب والعلماء راحوا للسلطان العثماني وقالوا له احنا مش عايزين خورشيد باشا، احنا عايزين محمد علي يكون الولي. وبالفعل محمد علي بقى والي على مصر، واخد عليه العهود والمواثيق انه ما يصدرش اي قرار الا بمشورتهم، وانه يحكم بالعدل.